السلام عليكم، اخوكم ياسر الكهربائي. اليوم اول حلقه من برنامج سوالف كهربائي. حبينا نستفتح هذا البرنامج اخونا المالك الدريسي. الله يسلمك. عن التعريف. الله يسلمك. انا اشكرك على الدعوه الجميله، وان شاء الله النجاح من التالق والموفقيه بالبرنامج. الله يبارك فيك وربي يحفظك. عندنا مجموعه من الاسئله وحبينا الكل تستفاد، وللعلم الاجوبه يعني قابله للنقاش. يجوز احنا على خطا كل شيء يصير، مو صح؟ هذا البرنامج للفائده الجميع. السؤال الاول اخوي عمار، احد الاخوه يسال يقول اريد اسوي بروفايل بالسقف قبل الصب، هل هذا ناجح؟ برايي الشخصي انه رايي الشخصي ما نعم. اعمم. رايي الشخصي انه هذا مو ناجح، لان راح تتجمع الحراره على البروفايل اللي راح تكون حراره الصب، راح تكون حراره الليد البروفايل، وراح ياثر على عمر البروفايل. فاهمك، يعني قصدك اللي يكون على الجبس بورد، على الجبس بورد او حتى الجدار، ممكن يعني درجه حراره الجدار تكون قليله او نوعا ما اقل من الصب. زين اللي موجود على الواجهات بالخارج، حراره الشمس وهاي هذا النيون فليكس استخدامه. طبعا ما انصح استخدام البروفايل بالواجهه. النيون فليكس افضل لان الاي مالته يكون عالي 67، يتحمل درجات الحراره ويتحمل الرطوبه والامطار وغيرها. زين ليش ما هذا النيون فليكس نربطه بداخل المنازل؟ طبعا تقدر تستخدمه داخلي بس تكلفته عاليه شوي. فهمت، واضح جدا. السؤال الثاني اخوي سالم الورد، حبيبي، هل يمكن ربط العاكس على جهاز التحويل؟ لا. شنو السبب؟ السبب لانه ما يصير نربط البارد مشترك. نعم. ويا بارد الوطنيه، لانه العاكس تربط لجزء من اناره البيت او لشيء معين. يعني قصدك يفضل بان يكون لها تاسيس خاص؟ يفضل انه لها تاسيس خاص، وسبب انه ما يربط البارد لانه الكهرباء يعني ساعة الوطنيه والكهرباء عندنا نظاميه. حبيت اضيف على اخوي سالم الاجابه بان اذا كان البارد مشترك وصار اكو حث بالبارد، النتله اللي صار يصير بالحث راح توصل لحد الروس مال الباتري حتى لما تيجي تفحصه بالدم الفحص راح تلقى به حث، وهذا خطر جدا. ايضا اضافه يفضل بان يكون تاسيس خاص من الاناره والسويتش بلاكات. يعني عندك مثلا جزء من البيت او جزء من المنزل شيء معين، مثلا يعني عندك مثلا السويتش بلاك، الكاميرات، السويتش بلاك، يعني السويتش بلاك مال الثلاجه تخلي واحد اناره طوارئ، تخلي واحد للمنزل يشتغل وطنيا مولد سحب، وبصفه سويتش بلاك بصف مال الثلاجه سويتش بلاك للعاكس. العاكسه طوارئ يعني. واضح. السؤال الثالث اخوي انمار، ايهما افضل من ناحيه الامان، ربط سلك الارضي فقط ام ربط الجوز الارثكج فقط؟ طبعا انا افضل انه هو تعرف ان كل وحده مكمله للثانيه، بس الافضل انه حتى لو كان المنزل مؤسس اير لازم تكون جوزة الاير موجوده. اذا كان هناك قدامك بس خيارين فقط، ايهما الاير انه سبب ان العرض داخل تعرف الاطفال وغيرها بالبلاكات سويت، انه الاير ما راح يلحق يفرغ الشحنات اذا كانت مباشر ملامس الا مربوط على جسم الجهاز. بالضبط، اذا كان جهاز بيحت ممكن يفرغها، بس اذا مباشر وهي جسم ما يفرغ. الاير تقوم بهذا العمل وتفصل مباشره. واذا كان العفو اذا كانت الاير مربوطه خارجيا بالسخان وغير السخان، يفضل ان تربط الجوزة الاير وهي الغطاء الخاص بها الوتر بروف حتى تعمل بالنظام الصحيح وما تفصل من اقل رطوبه معرضه لها بالجو. طبعا انا احب اضيف على اخوي كلام انمار، الاير باكيج من الاجهزه الحساسه جدا، وهذه اذا دخل التراب او الرطوبه راح ما تشتغل شغل صحيح. لهذا السبب انت لازم تحافظ عليها، عدم دخول التراب او الضباب الرطوبه داخل الحمام. فلازم تربط لها الغطاء الوتر بروف، ومثل ما تشوفوا قدامكم هذا يعني صراحه عالي جدا، الاي بي 67 ممتاز جدا، وانصح بربطها سواء كان داخل المنزل او خارج المنزل. السؤال الرابع اخوي سالم، يقول احد الاخوه يقول البارحه احترق عندي موتور غطاس 1 انش بسبب دخول حارين. السؤال هو شنو السبب وجود حارين؟ مع العلم هو صار له اكثر من سنه يشتغل طبيعي، وشلون اقدر احمي الموتور؟
السبب هو انقطاع البارد. لما ينقطع البارد يدخل للملف حارق لان عدم اكمال الدوره. سبب الاحتراق هذا احتراق الملف. شلون نقدر نحميه؟ توجد جوزه الكترونيه نربطها بكفر يعني قريب عليها او مسافه بعيده. هاي الجوزه ربطها كلش سهل، يعني ممكن اي مواطن او اي حتى الزبون او اي شخص يقدر يربطها، دخول من فوق وخروج من تحت. هاي بيها رنج تحكم بارتفاع الفولتيه وبانخفاض الفولتيه، وبها ايضا التحكم بالوقت التشغيل. طيب. يعني مثلا انا عندي اكثر من موتور وعندي مثلا ما اريد يشتغلون نفس الوقت كلهم، اقدر اتحكم بهم بالثواني او بالدقائق. اقدر اربطها للسبالت ايضا، واقدر اربطها للسبالت، وحتى نقدر نربطها خارجي حقول كذا. شلون اقدر اذا اربطها بالخارج؟ يعني لازم اخليها ايضا نقدر نربطها بالخارج. عندك هذا اخليها داخل الغطاء الوتر بروف. غطاء الوتر بروف صحيح. نعم. ايضا احافظ على تحافظ عليه. يعني هي دار الكترونيه. دار الكترونيه يعني معرض للشمس، معرض للرطوبه، معرض للضباب. صح. فهذا يحميها اكثر. عشتي كريم. السؤال الخامس اخوي مساعد صمد، حياك الله. سؤال: لو كان عندك بوكس دفن واريد اخلي هذا فوقه الغطاء الوتر بروف، شنو طريقه العمل الصحيحه؟ الطريقة الأصح للربط هو هذا البوكس عندي ثابت بالحائط، أخرج الأسلاك من هنا من تحت، أجي أشد غطاء لغي شركة أوزن بهاي الطريقة، أسلاكي طالعة أكبسه أشده أحط القبق مالته، كملت الأسلاك منها خارجة من تحت، أجيب غطاء جوزة وتر بروف شركة أوزن بهاي الطريقة، أخليه بصفه باع، أثقبه أشده أجهزه وأثقبه إي منها من تحت. اثبته بالتشويات واثقبه منه من تحت حتى يجي السلك الرئيسي منه يدخل للجوزه، وسلك السخان يدخل منه في من تحت. في حال سقوط ماء عليه مستحيل الماء يرجع منه بالاتجاه المعاكس. يعني قصدك الماء ما راح يصعد فوق ابدا، مستحيل. واخلي دار ما دايره سيليكون من هنا مثل ما قال استاذ ياسر، ومنه اخلي سيليكون منه هيك حرف من تحت ما اخلي، بس هاي تريد هاي الاي بي مالتها 67. ممتاز جدا. السؤال السادس اخوي انمار: ايهما افضل في نقل التيار؟ الصولد سيم 1 ام الستراند 7 سيم على الاغلب، ام السلك الحراري 19 سيم، ام السلك الشعري فليكس اللي هو اكثر من 50 سيم؟ طبعا كل سلك واستخدامه. يعني لو كان هن في نمط واحد طبعا راح يكون بالتسلسل نجيهن انه الشعري راح يكون افضل من الاي دبليو جي اللي 19 شعره، والاي دبليو جي افضل من الستراند، والستراند افضل من الصولد. شنو يعني السبب؟ يعني هذا السبب انه تعرف انت الالكترونات الكهربائيه ان تكون على محيط السلك، على سطح السلك او محيط السلك. بالصولد راح يكون عندك الكترون واحد راح يمر على سطح السلك، اما بالشعري راح يكون 50 او 60 او اكثر. يعني قصدك لو فرضنا الصولد عليه الكترون واحد راح يكون الستران 7 سيم راح يصير 7 الكترون، هاي فرضيه بالضبط. او اذا 19 اللي راح يكون واذا شعري راح يكون اكثر من 50. طبعا يكون النقل التيار يكون بصوره صحيحه واسرع. عاشتيك. السؤال السابع والاخير لاخوي انمار: هل يمكن اعتماد على برنامج الفحص لمعرفه الحار او الفيزات الوطنيه وتحديد البارد؟ لا طبعا، الاعتماد على برنامج الفحص راح يسبب لنا مشكله كبيره. اذا صار حادث بداخل النيوترال او البارد، اذا كان حادث واشتغل البرنامج عند اي واحد بدال يفحص كهربائي او صاحب منزل راح يتوهم انه هذا السلك عباله حار، فهنا راح تصير مشكله كلش كبيره. والاصح الطريقه الاصح انه الاعتماد على الفولت ميتر او الاوفوميتر، قياس الفيزات بين كل فيز، تحديد البارد بين الفيز والبارد راح يطلع عندك البارد الموجود. اضيف على اخوي انمار بين لما تعتمد على الفولت ميتر، بين لما تحدد البارد لازم تثبت البارد وتفحص على كل فيز اكيد، وتفحص بين كل فيزين تفحص الفولتيه وبين كل فيز والبارد حتى يطلع عندك البارد. هذا صح. والبارد معروف عنه بأن يكون لونه اسود. احب اشكر اخوي انمار على هذا الحضور. الله يسلمك، لي شرف طبعا تواجدي معاكم، واشكركم على اللقاء الجميل،
ان شاء الله المعلومات قيمه واستفادوا منها المشاهدين، والتوفيق والنجاح ان شاء الله ببرنامجكم. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. احنا نشكر حضورك اخ انمار من الكهرباء المميزين انت. وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. نحب نبلغ الاخوه المشاهدين بان هذا البرنامج هو قابل للنقاش، وان شاء الله استفاديتوا. ننتظر ارائكم ومقترحاتكم حول هذا البرنامج. ان شاء الله انتظرونا الجمعه القادمه مع سوالف كهربائي ويا ضيف جديد الساعه 7. تحياتي.